اتحولت على دين، زي ما الجماعه السلفيين وبتوع الاخوان بيحولوها على دين وتخرب البلد. ده هي تلعن دول على دول. الله، شعب مصر لازم يضرب دول ودول بالجزمه علشان يعيش. والمسلمين اكثر ايمانا من الاخوان والسلفيين. حزب اللي مش عارف احزاب ايه، نسيت اسماء من كترها. انا قلت في 3 حاجات بيمثلوا خط احمر بالنسبه لي، ولن اسمح مهما حييت ان انا اتنازل عن ان انا ابعد عنه. اولا القوات المسلحه وقوات الشرطه في خانه واحده. 2 الاخوه المسيحيين ابناء مصر. 3 الاخوه السلفيين ابناء مصر وحزب النور السلفي وكل اعضائه، وايضا فضيلة الامام الشيخ محمد حسان وكل من هو مثله عاشق لمصر. قلت دول انا عندي استعداد اضحي بحياتي علشان ادافع. اما الوهابي هذه يا اخواننا يريدون بها رجل كان قبل نحو من 200 عام اسمه محمد بن عبد الوهاب، كان في جزيرة العرب، دعا إلى دعوة ودعا إلى كثير من الخير، وهذا يعني لا يضره، فتابعه ناس، صار ناس يقولون لمن يتبع هذا الرجل وهابيون نسبة إليه، اللي هم حقيقة السلفيون. قال أن ابن عبد الوهاب ولما أظهر الله الحق بدعوة ابن عبد الوهاب، هذا كذب على الله، هذا تأل على الله. من قال لك؟ أدين الله أن النجدية أظهر مقالات أهل البطلان وفعل مفاعل أهل البطلان ولم يكن على السيرة والسنة. نسل أو صبت مسيلمة في نجد. هلكت وخسئت. اسمع يا صاحب المتحتمات الواجبات، رغم أنف هذا الرجل ومن كان على نحلته وطريقته حتى يخرج من قرنها وقرن شيطانها، فاخسأ واسكت. إمام هو، إمام ضلالة، إمام بدعة، هكذا. ورب السماء لو أنني أقدر على صوت أعلى وعلى بيان أجلى وعلى قوة أقوى في هذا لقلت، ولكنني أنأى عن الإسفاف وعما لا يحب الله أن يسمعه، فلا أتفحش ولا أزيد. إنما هذا الرجل رأس بدعة. إنما أدين الله أنه سيأتي يوم الدين مع المخالفين، وأنه سيأتي يوم الدين مع المبتدعين. إن كانت في هذه الدنيا فلتقم لنا القرون وليقم لنا الأشياخ الذين زعموا وقاموا. وإياكم أيها السلفية المستسلفة أن تقولوا من فلان. إياك، حين خرج قرنكم في نجد كان رجلا صغيرا، كان رجلا طريضا، كان كريها قبيحا لا يقبله أحد ولا يتسمع له، كلهم كان استصغره ورده واستحقره. إنما أول جريات الجبان والفار من الحقوق أن يقول مثل ما تقولون أو ستقولون. حتى إذا كسرنا القرن علم السلفية ماذا كسر لهم، إما أن يقوم لها أو لو صمت أيسر. يعني هزيمة بغير خسران خير من هزيمة بخسران. نجاهد أهل الضلالة بلسانه، وإن كان أحدهم على دراية أو على جرأة فليقم. ارجع لوراء أيها المبتدع، إلا مبتدع مثله. قولوا له خسئت كما ضل النجدي نفسه. هات أيها المنبأ، وبئس ما عمل من ابتدع. قال الرجل المبتدع لا بأس إذا شيخ الإسلام يحرض على التكفير والتقتيل ولا يعرف عن عن هذا الرجل باغ معتدل كما زعم المبتدع المفتري، ولكن الرجل باغ عادل بصر بها السامري. فهذا الرجل يقول له أنا سأقول لهذا النجد كذاب، وأنت في قبرك وأنت في الرميم كذاب. جيد. إنه فما يقوم لسلفي يرد علي يكتبر حاله يكتب لي القول السديد في إبطال ما قال. روح يا ولد اقعد في حالك.
إذا أردت أن ترد القرن بعدما كسرنا القرن، قال هذا الرجل المبتدع المعتدل. أنا كعمر وكعثمان وكعلي بحمد الله سلام الله على موسى، أنا بقول هكذا لأنه رضي الله عنه هذه تكلفات مبتدعة. هو يعني افهم أنت الباقي، ويريد أن يقول رجل إما أنه كان أو التوحيد، وهو يعني عنده 3 أنواع، وفي سوق بضاعة كما قلت لكم. الظاهر عن الشيطان ركب أكتافه أن يجعل التوحيد 3. أيها الشيخ المبتدع، إياك أن تأتي بتابعي، التابعي مقلد، إذا ابتدع التابعي فهو مثلك مبتدع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يعني بين تتيمية وتأشعر دخلت عليه الأشعرية هكذا، من حيث لأنه في الثالثة هو مبتدع. هذا كلام، هذه لغية. هذا يعني كأنه يزعم أن النبي أبقى له حتى يأتي عند قرن الشيطان من إلا في رأسه ورأس من أخذ عنه البدعة. هو يظن أنه كونه في الجزيرة يظن أن شركة التمور أنواع، وأن النوقة أنواع، وأن الشياء أنواع، كذلك التوحيد أنواع والشرك أنواع. وبعدين ما في داعي تبكي وكلفك على شيخك. أيها السلفي المتبع للمبتدعة، تدع شئت أم أبيت. أقول لك، حين تطفئ أنت السلفي على نفسك الأنوار وتقعد في نفسك، أنت تعلم أن الرجل مبتدع ولكنك تكابر. أيها السلفي المبتدع، أيها الشيخ المبتدع، أيها الأثري المبتدع، من أين لك أيها السلفي المبتدع؟ أنت كذاب، أنت كذاب. ويريد دماء المتصوف. هذا يعني أن ابن عبد الوهاب مبتدع صراحة كعين الشمس، مبتدع. وأنت يعني ماذا نسميه إلا أنه من بادية الأعراب؟ ماذا نسميك يا أخي؟ جهل مثله من المسلمين، ما هو وجهل جهالات كثيرة. إنما ما يراه أبو حنيفة لا يراه الحنابلة والشوافع، هم مخطئون، ما حدا يحتج فيهم، لا يحتج بقولهم عالم، كلامهم باطل مردود. هذا رجل أنا أرتاب من قوله وعمله وما هو في بينه وبين ربه، أما أنا منه في ريبة. أول بدعتك ورأس بدعتك عمي كم. هذا كله بدع 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 بدع، لؤم عدوان. هذا رجل عندي عدو لمحمد، هذا الرجل يعادي محمد، هذا الرجل يستعلي على محمد، هذا الرجل أكاد أقول يكره هذا النبي. أعوذ بالله، مش معقول الرجل، يعني الرجل قرن الشيطان. قال قبله من التابعين أو غيرهم، ولو قال بها من قال من التابعين أو رفعها لمن شاء من غيره. كما قلت لك، الظاهر كره أن يقول أن النبي قال فيبدأ به، ولا تملك أنت ولا أبوك ولا أبو أبيك أن يعلم أنه أصغر أو فوق الأصغر أو دون الأصغر إلا يكون يوحى إليه. هذا الرجل لعله كان عبد أشجار نجد، كان هذا في عبدة الأشجار والأحجار. أما نحن ففي الملة بإذن الله حتى يقبضنا الله. هذول ما إلهم مبتدع. هذا الشيخ في هذه مبتدع كم؟ 5 أتمينا 2. مبتدع. فنقول له اخسأ فلا تتنطع. لا يفرض لكم شيخ هلك وشيخ مات دينا تفرضوه علينا. الرجل ما بتخربط في العربي، الرجل يتتعتع في العربي. أيها السلفي المبتدع. ولا يكفي الطبري لما كنا نعظ السلفية ونعلمهم ونذكرهم أنها مبتدعة، ثاني الركب يا إخواننا في حين ما على الوجه الذي يفعلونه أشبه ما تفعل الصوفية الأشياخ. المبتدعون جهلة، المحدثون جهلة. ألم يسعك أيها المبتدع ما وسع. هذه يا إخواننا الباب الآن النوع بينفع في الخلائق، في البهائم. الحمد لله أنه وجد كفرا لا يخرجنا من الملة. ويمكن لعلمك قالها وهو مغتاظ. ما هو أيها المبتدع؟ يا عباد الله، هذا هو القرآن الذي تركه محمد ابن عبد الله عليه صلوات الله، والرجل معرض عن ذكر نبي الله. هذا الإباء والاستكبار والاستهزاء إن شئت بنبي الله. فإن أرادوا فقد دخل في بعضها إن شئتم جهلة،
فإن أبوا فهذا كفر الإعراض. أنتم منهم السلفية. إن كان كل مدعو إلى القرآن فأعرض عنه فكان كافرا، السلفية منه. فهم معتدون على القرآن، معرضين عن ظاهره. تعرف ماذا أورده المهالك؟ يهلكه فيما هو فيه، أهلكه استعلاؤه على نبيه. هو ذاك العلم المنكوس. ولكن الكبر مهلك. خذله ربه. ليه؟ لأن معلمه سكت عنه، انقطع لسان الكذاب، ما قدر يسرقها. اعتقادي وعملي، دعك من هالخراريف أيها المبتدع. كثير هذا الكلام يخوف، يعني هذا الاستخفاف والاستهزاء بالمشايخ. يعني ألا تخشى أن تصيبك بسوء وهي في قبورها؟ ولا محدثين ولا مدافعين عن أهل البدعة. أنه مبتدع أبين وأثقل من رمل عال. مبتدع يذهب النفس. وأنا أسميك أيها النجدي والذين كانوا معك والذين تقبلوا نحلتك وعملك المبتدع، أنت مبتدع. أشهد الله وأتقرب إلى الله بهذه الشهادة إن هذا الرجل كان مبتدعا. سلف يقول نستقرئها، والقائل بخلق القرآن من الضلال مثلك مستقرئ مثلك. اقعد بلا جهالة. يريد أن يصل بهذا الحمى لنفسه. نفاق العمل هذا التقسيم مبتدع. لا ننسى وستملون ولن نمل. نسميكم ونسمعكم أنكم مبتدعة بقرون من قرني الشيطان، مبتدعة بأصول وأوتاد وأقطاب، إلا أن يشهد بحمد الله الرجل على نفسه أنه مبتدع من رأسه إلى أخمص قدمه. واضح أنه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. قد كانت لكم أسوة حسنة الصالحين، كذاب ما كان فيها. وهذا الرجل ملبس. فهو الرجل الآن في الثالثة بحسبة نفسه طاغوت كبير. أيها الشيخ المبتدع. لا أعلم كان أصلا كارها، مثله كان راضيا فيما أتى به من الضلالة والبدع. رجل متكلف، الرجل معتد مبتدع. لا نخاف في الله لومة لائم ولا لؤم لئيم. بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر، مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر. وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر، مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر. فالله يملي وينذر إملاء غير مقصر، وسوف يعلي
ويظهر جنوده غير مؤثر، فالله يملي وينذر إملاء غير مقصر، وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر. عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر، وسوف يحمي وينصر، وسوف يعطي ويكفر، وسوف يحمي وينصر، وسوف يعطي ويظفر. أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر. الله 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 أعلى وأكبر، الله 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 أقوى وأقدر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر. كم قلة ليس تذكر، ربي رعاها وكثر. في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر. كم قلة ليس تذكر، ربي رعاها وكثر. في ظل كل مظفر قامت تنادي وتجهر. بدينها وتذكر، بربها وتؤزر. نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر. بدينها وتذكر، بربها وتؤزر. نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر. وفي المكاريه تصبر، حتى أتاها المبشر. وقال يا عبد أبشر، ويا مبلغ كبر. ونادي في كل معشر، رأس البغاة تكسر. والفتح كالسيل يهدر، وفي المماليك يعبر. والفتح كالسيل يهدر، وفي المماليك يعبر. والدين في الأرض يزهر، أنعم بنصر مؤثر. للمسلمين تحذر، قضاه ربي وقدر. والدين في الأرض يزهر، أنعم بنصر مؤزر. للمسلمين تحذر، قضاه ربي وقدر. الله 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 أعلى وأكبر. الله 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 أقوى وأقدر. الله 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 أعلى وأكبر. الله 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 أقوى وأقدر. الله 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 أعلى وأكبر. الله 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 أقوى وأقدر. الله أعلى وأكبر. الله أقوى وأقدر وأقدر.